مفاجأة قوية. فيلم محمد رمضان أسد يقترب من دور العرض. فيلم أسد بطولة محمد رمضان بقى من أكثر الأفلام المنتظرة، ومصادر قريبة من صناع كشفت إن المرشح للعرض في موسم عيد الفطر السينمائي اللي جاي، لكن لحد دلوقتي مفيش موعد رسمي أو نهائي. وفي حالة عدم عرضه في عيد الفطر هيتم تأجيله لطرحه الموسم عيد الأضحى. شركة الإنتاج بتولد فيلم اهتمامًا خاصًا على المستوى التنفيذي والدعاية، وسط اهتمام كبير من تفاصيل العمل، استعدادًا للإعلان الرسمي عن موعد عرض قريبًا. الفيلم بيقدم قصة جديدة ومختلفة في إطار اجتماعي رومانسي مليان تشويق وأكشن، بتناول قصة تميز عنصري وعدم العدالة بين الناس في فترة زمنية قديمة. والأسد من إخراج محمد ياب ومشاركة مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم محمد رمضان، رزان جمال، ماجد الكدواني، أحمد دش، كمال باشا، وإسلام مبارك، مع موسيقى تصوير لهشام نيازي. الجمهور دلوقتي في انتظار إعلان رسمي عن موعد العرض.